السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم هانية وتكونوا في أحسن الأحوال. اللي كيدخل القناة أول مرة، قناتي هي قناة متنوعة فيها بزاف ديال الأفكار وبزاف ديال الحيل، وفيها إن شاء الله مواضيع اللي من تجربتي. راه كنهضر على القولون العصبي، المهم راه باقا السلسلة إن شاء الله طويلة. تجربتي كانت طويلة مع القولون العصبي، وكنشوف الناس كيعانيوا منه بزاف وكيبغيو اللي يستأنسوا بشي واحد اللي مجرب. حتى أنا في اللحظة اللي كنت مريضة به بزاف كنت كنبغي نسمع من شي واحد مجرب يهضر لي على القولون العصبي، لأنه كيأثر على النفسية وكيعطينا القلق وكيعطينا وسواس وكيعطينا بزاف د الحوايج اللي كتوقف لنا الحياه ديالنا. فراه اللي كيعجبوا بحال هذوك المواضيع راه كاينين على القناه. كاين كذلك حتى الوصفات اللي كيكونوا مجربين اللي درناهم وداروهم الناس بزاف، ماشي شي وصفه تكون غريبه ونجي نعطيها للناس، لا، شي حاجه اللي كتكون مجربه حتى هي راه كاينين على القناه، وغادي ندير لكم ان شاء الله المزيد. وكاين كذلك الحيل والافكار والتدابير، حيت القناه في الاول درت ليها تدبيرات بسيطه كنت كنديرها على قبل الحيل والتدابير. فان شاء الله راه متنوعه. الى كيعجبكم بحال هاد المواضيع ما عليكم الا ديروا اشتراك، وكذلك تشجعوني بزر الاعجاب. واحد الوصفه ولا واحد الفيديو اللي طلع لي هاد الايام ديال السرطان، درتو على العم ديالي اللي كان واحد العم الوالد اللي كانت شافه من مرض السرطان، وكانت حاضره معايا عمتي في هذاك الفيديو، حيت هي اللي كانت دارت ليه ديك الوصفه وكانت شافه تماما. وما درنا حنا، ما حطينا الوصفه حتى كان مر عليها 11 سنه باش كان هو برا من هذاك السرطان. فاللي بغى بحال هذاك الفيديو يدخل ليه، راه كاين على القناه. المهم عندي شي 5 ديال الفيديوهات اللي لقاو زعما استحسان من الناس. كاين كذلك واحد الفيديو ديال البنات اللي كيكونوا يلاه مبتدئات وبيديروا واحد الكسكسو اللي يكون لذيذ بزاف. دخلوا الفيديو ديال الكسكسو اللي درت اللي مبتدئات، زوين بزاف. وفي التعاليق غادي تلقاو الناس اللي جربوها كيشكروني عليه بزاف. المهم التشجيع راه هو اللي كيخلي الواحد كيستمر وكيبقى كيعطي. فمرحبا باي واحد انضم للقناه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم افكار على الزيتون، لان هذه الوقيته ديالو غادي نهضروا على الزيتون. وغادي ندير لكم السرديل كيفاش طيبوه. نسيت ما قلت لكم راه حتى الطبخ كاين، راه قلت لكم كسكسو. المهم السرديل الا ما تيبغوش لكم وليداتكم كيفاش ديروا ليه هذه الحيله هذه وطيبوه بهذه الطريقه، ويقدروا ياكلوه لكم بلا خبز. عرفتوا وليداتنا دابا راه تغيرت الماكله، راه ما كاينش يمكن شي دار اللي ما كطيب، كل واحد كطيب ليه بوحدو. فباش تحببهم في السرديل كيف درت ليهم انايا، غتشوفوا معايا الطريقه اللي درت غادي نشاركها معكم. ونبداو اولا بالافكار ديال الزيتون. الزيتون الا بغيناه ما يفسدش لينا، من الاحسن نديروا ليه الماء ديال العين، وخصوصا الزيتون اللي بغيتوه يتعطل، حيت ما كنلقاوش الماء ديال العين. فداك اللي بغيتي تخليه يتعطل بزاف بحال هادو انايا، بحال هذا ديال 2 لتر، هذا اللي ما درت ليه والو، خليته صاين، فقط درت فيه شويه الملحه. ويفضل ديروا الملحه الحيه راه زوينه، اولا ديك الملحه الغليظه ديال البحر ماشي ديك ديال الباكيه. وقطرات ديال الزيت من الفوق كيغطيو لينا هذا. وديروا هاد البيدوات الصغار ولا القراعي باش ما يدخل ليه الهواء، راه كيبقى الزيتون كيف ما هو. وقت ما بغيتيه تجبدي داك القياس اللي بغيتي تستعملي. فانا هاد المره فضلت انني نديرو في القراعي، لان العام اللي فات داك اللي درت في القراعي نجح ليا 100% وكيبقى زوين. الفكره الاخرى اللي غادي نعطيكم، هذا قلت لكم باش ما يفسد، يعني حيت الماء الروبيني الا كان يلاه مداوي راه كيفسد الزيتون. بغيتي غير داك اللي يلاه كتستعمليه غير ديري ليه الماء الروبيني ديال شهر ديال شهرين ماشي مشكل، ديال 3 غير ديري الماء الروبيني، راه ما غاديش يفسد. انا كنهضر لكم ديروه لداك اللي بغيتو يتعطل بغى يدور عليه العام، غديري ليه الماء العين. نعطيكم فكره اخرى. هذه المره انا استعملت غير هذه ديال الثومه، هذه حتى هي يعني واحد الفكره اللي بتديروا. هذه ديال الثومه درت بها المشقق، درت بها داك اللي كتحيد منه العلفه، هي راه غتبين لكم. هذه درت بها هذا الزيتون، هذا هو اللي كاين في هذه القرعه، هذه هو هذا محيد عليه العلفه. ودرت بها الزيتون اللي كنهرسو بالحجره. هذه المره هرستو غير بهذه، فكندير 2 حبات وكنضغط، كنحضر 3 الحبات في مره واحده. الا عندكم بحال هذه راه صحيحه. انا هذه كنت خديتها غير من داكشي ديال الجوطيه، ديال برا، ماشي دوك اللي كيتباعوا عندنا، ما ديرها ثقيله. فكندير 2 زيتونات هنا مشقين مهرسين، وكندير هذيك اللي كتحيد ليها العلفه. يمكن هادو هما الافكار اللي بغيت نهضر لكم فيهم على الزيتون. هذا الشيء اللي كاين ديروه هكا، قسموه في القريعات حسن،
كي كيقولوا سميتو تيقول لك ما ديرش البيض في سله وحده حتى الا تهرس ما يتهرسش كامله. ونمشي دابا معكم ان شاء الله ندير معكم السردين اللي بالشعريه الصينيه. ها هويا غادي نحضروا معكم دابا. غادي نمشي حتى نقيه ونوجد كلشي ونوريكم الطريقه كيفاش ديروا ليه. هنا عندنا الكفته ديال السردين، هنا عندي كيلو. وبالنسبه للتوابل كاين عندي شويه ديال الملحه، هنا عندي شويه ديال السكينجبير مطحون، هنا عندي شويه ديال الكركم، وهنا عندي شويه ديال الفلفله حمراء، وعندي مصير مقطع، شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال الابزار والكمون حبوب. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو. هنا غادي نديرو البصله. هنا غيتغير الطعم ديال السردين، راه غيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه، راه كيجي لذيذ. المهم هاد الحيله اللي درت لولادي في السردين حتى ولاو كياكلوه وكيجيهم زوين. البصله راه كتغير الطعم، كتلذذ ما كتخليش ديك الريحه ديال الحوت مجهده. عندي الزيتون مقطع طريفات صغار، وعندي واحد الجزره ولا خيزوه محكوكه، وهنا عندي الشعريه الصينيه اللي سلقتها، وهنا عندي الربيع المعدنوس اللي كتير، وشويه ديال القزبر. وهنايا عندي زيت الزيتون اللي غادي ندير منه غير القياس. كيبقى هنا على حسب كل واحد شحال القياس تاع الزيت، ماشي بزاف. السردين تبارك الله في هذا الوقيته راه كيكون ميدم. هنا عندي عصير الحامض، ولكن غندير واحد شويه، ما غاديش ندير كله، انا ما كنبش الحموضه بزاف، غندير غير شويه من عصير الحامض. وعندي هنا صلصه الصوجه ديك الثقيله. غادي نخلطوا كلشي. وهنايا غادي نخلط هذوك المقادير كلهم، وكنأكد لكم على التغيير ديال المذاق ديال الحوت باش يجي مزيان. هذاك المصير مقطع طريفات الصغار والقزبر حبوب والبصله هما اللي غيروا الطعم للحوت وعطوه مذاق زوين، والزيتون مقطع طريفات صغار هما اللي كيغيروا المذاق وكيردوا المذاق زوين وكيكسروا ديك الريحه المجهده ديال السردين اللي بعض المره ما كيبغواش لينا ولادنا. وهنا كذلك عصير الحامض وهذاك الشعريه الصينيه اللي ضفت راه كتخليك تاكلوا بلا خبز. يعني الا بغيتي تاكلوا السردين بلا خبز، راه عرفتوا دابا الوليدات كيديروا الرياضه ولا الناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم ولا، راه كيجي رائع بزاف. كنتمنى الوصفه انكم تجربوها. وهنا ضفت شويه ديال صلصه الصوجه صافي، وعجنت كلشي مزيان حتى اندمج. وهنا شاطت ليا ديك البصله اللي شاطت، فرجتها في المول ديال الزاج وضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نشكل هذاك السردين بهذه الطريقه هذه. وداك الوسط اللي بقى فارغ عمرته بالفلفله اللي دهنتها بشويه الزيت. وهنايا هاد الصلصه ديال المطيشه ما ضفتها حتى خرجته من الفرن حتى طاب. وعلاش درت هاد الطريقه؟ لان فاش كنضيفوا مطيشه خضراء في اي اكله درناها في الفران كطوال المده، لان مطيشه كتطلق الماء وحتى المذاق ما كيجيش مزيان. فانا طيبتها بشويه ديال ورق الرن، شويه زيت الزيتون، شويه الابزار، وشويه المليحه، وعقدات مزيان وعاد ضفتها. كيجي المذاق ديالها خرافي، كتجي زوينه. وباش يجي الطبق يعجبهم بزاف ضفت شويه ديال الفرماج من الفوق، شويه ديال الزنجلان البيض. الزنجلان راه كيتماشى مع الحوت، وكنعرفوا بحال هاد الحوايج مزيان نضيفوهم في الماكله بحال هاد الحبوب هادو، راه يعني راه عندهم واحد القيمه غذائيه عاليه، واصلا كيتماشى مع الحوت. وكان هذا هو الشكل النهائي بعد ما داب عليه الفرماج. ها نتوما شوفوا لتحت كي ناشف وزوين ورائع، وقلت لكم يتكال بلا خبز. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق هذا وتشجعوني كذلك بزر الاعجاب. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، والى فيديو قادم باذن الله.